السلام عليكم. النهارده هعلمكم الطريقه الاصليه للحمام المصري بطريقه سهله خالص. جهزت الحمام بتاعي بقى وغسلته كويس ونشفته. طبعا خطوه التنشيف دي مهمه جدا عشان الحمام ما يبقاش زفر. وحضرت بصلتين كده قطعتهم مكعبات، حطيت عليهم معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الحبهان المطحون ومعلقه من الملح صغيره خالص عشان الحمام بتاعي ما يحتقش. وهبدا بقى اتبل الحمام بتاعي بالبصل دوت كده، بيبقى بيخلي ريحه الحمام وطعمه جميل وخطير بصراحه. بسيبه ساعة. هبدأ احط كده البصل بتاعي جوه وتحت الجلد كده، بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، والحمام من بره كده، بحيث ان البصل بتاعي بالتوابل يدي ريحة للحمام كله كده ويبقى متبل كده كده بالشكل ده. اسيبه ساعة بقى كده وبعدين هبدأ اجهزه. حضرت بقى معلقه من السمنه البلدي ومعلقتين من الزيت. هبدأ اعمل الرز بتاعي بقى. جبت الكبد والقوانص كده، انا زودت طبعا الكبد والقوانص بتاعت الحمام بتبقى اقل من كده. وهبدأ بقى اشوحهم كده على نار عالية، الزبدة مع الزيت، واحط فيهم الكبد والقوانص وعليهم التوابل بقى. استخدمت بس فلفل اسمر، شوية فلفل اسمر وشوية حبهان كده صغيرين بالشكل دوت كده على الكبد والقوانص لحد ما تشوحوا معايا. هبدأ اضيف لهم بقى البصل بتاعي. البصل انا قطعت بصلتين كده بالشكل ده مكعبات برضو، حطيت عليهم معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الحبهان وشويه قرفه صغيرين خالص ينكهوا الرز بس. طبعا انا باخد للحمامه نص كوبايه من كوبايه شاي كده رز بالشكل دوت. لو زاد معايا عادي. انا بشوح بقى الرز في الكبد والقوانص بالشكل دوت كده لما احس ان هو اتشوح خالص. وحطيت لهم طبعا شويه من الملح كده، معلقه صغيره خالص عشان انا عايزه الرز بتاعي يبقى مظبوط. وهبدأ بقى احط له اضيف له ميه مغليه بالشكل دوت واوطي عليها خالص لحد ما الميه تنشف، وبعدين ارجع اوطي زياده كمان واسيبها بقى تستوي على نار هاديه 3/4 تسويه بالشكل ده. طبعا بعد ما تستوي انا هسيب الرز يبرد تماما. مش هحشي الحمام بتاعي الا لما الرز يبرد عشان الحمام بتاعي ما يفرقعش في الشوربه. بنفس كده الحمام بنفس التتبيله، بس اخلي الرز على جنب عشان الرز ما يتزفرش مني ويبقى كده بقى. هبدأ احشي الحمام في النص الاول. انا هحشيه على 3 مراحل: النص الاول وبعدين بين الجلد كده والعظم كده بين الاوراق كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبعدين هحشي الرقبة في الاخر. احشي زي ما تحشي كده، المهم ما تحشيش الحمامة قوي، يعني خلي كده ايه، في شوية كده للرز عشان الرز لما يبدأ يزيد ويستوي في الشوربة ما يفرقعش الحمامة مني بالشكل ده. خليها وسط، لا صغيرة قوي لا مش محشية قوي ولا ولا محشيه جامد تفرقع مني، وسط كده، لان انا كده كده مسويه رز نص تسويه فمش هيزيد قوي، هيزيد حاجه بسيطه خالص. بالشكل ده كده الحمام بيبقى سهل خالص حشوه، ما بياخدش حاجه. وبصراحه ريحه الحمام واخده نكهه الحبهان والفلفل الاسمر خطيره. بالشكل ده كده الحمام بتاعي بقى انا حشيته كده. طبعا الحمام دوت بيحتوي على السيلينيوم اللي بيعتبر مضاد للأكسدة وبيحمي الجسم كمان من الجذور الحارة. هبدأ أغزغز كده الحمام بتاعي من تحت كده، من تحت الأكتاف، عشان الرز بتاعي يبقى مفلفل. حضرت بقى معايا مية بتغلي، حطيت فيها بصلاية وحبهان وقرنفل ومعلقة من الفلفل الأسمر كده ورق لورا. وهنزل بقى الحمام بتاعي، بس لازم الشوربه تكون بتغلي، الميه بتاعتي بتغلي. نزلته على ظهره كده بالشكل دوت حوالي تلت ساعه، سيبته تلت ساعه على نار فوق الوسط بشويه كده بالشكل دوت. وطلعته بقى الحمام شايفينه مستوي ازاي خطير، مفيش واحده مقطوعه، جميل جدا. هبدأ بقى احط له كده لبن على الوش كده بالشكل ده عشان يديني اللمعه بتاعت الحمام بقى بعد ما يطلع، لما اقلي الحمام في السمنه والزيت ان شاء الله يطلع لي بقى بشكل بيلمع كده بالشكل ده. دي معلقه من السمنه مع 3 4 معالق من الزيت كده. هو المفروض الزيت والسمنه يبقى غزير، بس انا ما بهدرش الحاجه، بعملها وسط كده. وهنزل الحمام على ظهره عشان ما يفرقعش مني. لو نزلت على وشه الحمام برضو هيطق مني في مرحله التحمير، فانا بنزله على ظهره كده. الحمام ما بياخدش حاجه خالص، 5 دقايق وبقلبه بيطلع باللون ده. وحاولي بقدر الامكان يبقى اللون كله ذهبي واللون واحد كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. وقلبي على الوش بقى وفي الجناب. وممكن تاخدي من الزيت والسمنه دوت وتحطي على الوش الحمام كده، بحيث الاماكن اللي مش واصل لها التحمير تتحمر كده بالشكل ده كده كده. ايوه كده بمنتهى السهوله. طبعا هو انا بحمره على نار برضو فوق الوسط، مش عاليه قوي ومش واطيه قوي. لو واطيه قوي الحمام بتاعي ينشف مني، ولو عاليه قوي هيتحروق مني. فانا بخليه على نار كده ايه، يعني وسط بالشكل ده كده.
عشان كمان السمنة بتاعتي ما تتحرقش مني. شايفين اللون طالع عامل زي الدهب بالظبط، خطير بصراحة. وده الحمام بتاعنا بقى بعد ما قدمته كده بالشكل ده مع الخضار، شكله وريحته جميلة، وطعمه بقى بصراحة كان خطير. الرز كان مفلفل خالص وجميل ومستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده. وتعالوا بقى بينا يلا ندوق الورك الحمامة كده الجميل ده. بصراحة ريحة جميلة، والحمام بقى كان طالع سخن جدا، سخنة قوي. طعمه بصراحة تحفة. لو عجبكم بقى الحمام بتاعنا والوصفة بتاعت النهاردة، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.